ما الذي حدث في إسرائيل؟ ملايين الإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ، والسبب هو وصول صاروخ فرط صوتي أطلق من اليمن على إسرائيل. وتمكن هذا الصاروخ من اختراق 4 طبقات دفاع جوي، يعني حتى طبقة الدفاع الجوي أو نظام الدفاع الجوي تاد الأمريكي الشهير ضد الصواريخ الفرط الصوتية، وأيضا الدفاع الجوي حتس الإسرائيلي، وطبقات أخرى. يعني قلت 4 طبقات دفاع جوي فشلت في اعتراض الصاروخ الفرط صوتي، مما زرع الشكوك والهلع بين صفوف الإسرائيليين كافة، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الأمني ولا على المستوى الشعبي، لأن الآن إسرائيل لم تعد محصنة كما كانوا يعتقدون، فالصواريخ اليمنية يمكن أن تسقط في أي مكان. وقد كان الرأس الحربي الذي يحمل هذا الصاروخ كبير جدا، بحيث أحدث حفرة كبيرة بعمق 25 متر، وسمع دوي صوت كبير جدا جراء سقوط هذا الصاروخ. وقد تم إيقاف الملاحة الجوية إلى حين إشعار آخر. وفي تصريح للجهة التي أطلقت الصاروخ، حتى لا أذكر الجهة خشية حجب هذه الفيديوهات، قالت بأن بن غوريون هو مكان غير آمن، وتنصح جميع الدول بعدم التوجه إلى هذا المطار.